التعديلات مش احنا اللي عملناها، ده المحكمه الدستوريه اللي عملتها. صحيح. لا انا بتكلم على متابعتكم ورأيكم في بعض من هذه التعديلات لابد ان يعرض مره اخرى على المحكمه الدستوريه، زي تقسيم الدوائر. كيف اقبل عقلا ان شبرا والشرابيه تكون تابع وسط البلد في الدايره؟ انا مش قابلها دي ولا اقدر افهمها يعني. ففي ناس متضرره، وانا من حقي اتضرر وغيري من حقه يتضرر. يرجع في هذه التفاصيل كلها بعد ما عملناها الى المحكمه. طب ممكن المحكمه الدستوريه تقول لك لا لسه ما فيش عداله، مش ممكن يحصل. وواحد يجي يطعن على البرلمان بعد كده، ولو اخذوا بالطعن يطلعوه باطل زي ما طلعونا باطلين كده بدون سبب. ده مش كلام. انا بقول لابد ان يكون هناك رويه، وعلامه عدم الرويه ان يكون هناك 12 ملاحظه على قانون واحد. اللي انا اريد بس ان اعلق على حكايه مشروعيه حزب الحريه والعداله. يعني الاستاذ محمود بيفهمنا ان حزب الحريه والعداله مقنن اوضاعه. انا اول مره اعرف المعلومه دي بصراحه. هتتكلم عن الحزب ولا عن جماعه الاخوان؟ جماعه الاخوان المسلمين مقننين اوضاعها. انا اول ما اعرف هذه المعلومه، اول مره اعرفها، واول مره اعرف ان الحزب هو يدوب بيعرفنا انت ازاي بتصرف راتبك على اولادك. هو ده تمثيل بالحزب الحريه والعداله الذي يفعل جميع ما اراد جماعه الاخوان المسلمين، التي تفعل جميع ما ارادت من الانشطه سياسيه وثقافيه وعلميه وخلافه وخيريه، وكله هي ما هياش شبيهه ابدا انا معايا راتب بيتي اصرفه زي ما انا عاوز. لا، في ضوابط، في دوله. انا بقول هم مش وحشين. هو انا قلت ان هم وحشين؟ ناس محترمين جدا عمرهم 80 سنه وانا بحبهم جدا، واقسم بالله بحب اي واحد فيهم، الا انه طالما هنحترم المشروعيه نحترمها جميعا. دي واحده. ثاني حاجه يعني موقف حزب الوفد هو الموقف الذي يقول البلد بلدنا كلنا. ممارسه الديمقراطيه لها اصول. عمليه اقاله النائب العام مثلا الذي ننادي به الان، هل النائب العام ده بالنسبه لنا بيأذينا بحاجه؟ لا. ولكن لو انا دخلت الاستوديو بتاعك ده وانا ضيفك اهو، قلت لهم لا لو سمحتم شيلوا الكاميرا دي حطوها الناحيه دي والترابيزه دي تبقى هنا، هتقول لي ايه؟ هتقول لي انت ده ايه اللي اداك السلطه دي؟ لان ليس عملك، انت لا تفهم معنى وجود الكاميرا امام الاضاءه. كذلك النائب العام هذا يعني منصب يقود واحد فني عالي المستوى. في حاجه اسمها المجلس الاعلى للقضاء ينتدب 3 أو 4 أو 5، دي اعراف دستوريه يديهم لرئيس الجمهوريه يختار منهم من شاء. انما كون رئيس الجمهوريه يجيب واحد بعينه ويعينه وهو رئيس الجمهوريه ليس فني في عمل القضاء. ثانيا مصر على هذا الشخص بعينه، يبقى انا ابدا اشك ليه مصر عليه. يا اما انت عاوز تحاسب بيه او تجلد بيه حد، يا اما عاوز ينفعك في المستقبل. ثالثا انه ليس من صلاحيتك اصلا ان تتدخل في عمل القضاء، دي سلطه كامله الاستقلاليه. كامله الاستقلاليه لا يجوز ابدا ان انت تتدخل في عملها، وهو ما يسمى باركان الدوله. احنا قبلنا حل مجلس الشعب رغم انه في تعسف. الدنيا كلها بتوع القانون فهموا ان في تعسف في الحكم، والحكم ظالم وباهت، وفي يعني اعمال لللف والدوران، لو كان كذا لكان كذا، وده مش ده قضاء ابدا. الا اننا في حزب الوفد بالذات كنا نقول نحترم حكم القضاء ونوافق على حل مجلس الشعب رغم اننا نتضرر من ذلك. والسيد رئيس الحزب مثلها بتشرشل لما وافق على نقل المطار وقال ان هزيمه انجلترا احب الي من ان يقال ان انجلترا لا تحترم احكام القضاء. نحن نتكلم بلسان حزب سياسي عمره 94 سنه يفهم اصول العمل السياسي، وهو مدرسه لمن اراد ان يتعلم السياسه، ونقول مارسوا السياسه صح واحنا معاكم. طيب وراكم. استاذ احمد، اخيرا يعني لخص لنا موقف حزب الوفد تحديدا. خلينا بس يعني في ردود على الحاجات دي. حضرتك لك رد طبعا. لخص لنا موقف حزب الوفد من الانتخابات القادمه، وخلينا نتكلم على موقف الوفد تحديدا وليس عن موقف جبهه الانقاذ عشان نبقى محددين. نعم. هو اذا حزب الوفد اتخذ قرار بعدم نزول الانتخابات، هيلتزم طبعا حزب الوفد كل النواب بتوعه بعدم النزول، وليس هذا ضعفا منا. انا بتكلم دلوقتي الناس في دايرتي عارفين انا قوتي ايه، وانما لابد ان يكون عندنا مبادئ سياسيه. فحزب الوفد بقول لحضرتك في اجتماع مفتوح للهيئه العليا للحزب بجميع والمكتب التنفيذي مستمر عشان يصلوا الى القرار النهائي، لان ده قرار خطير. اما يعني اذكرك بانتخابات 2010 الدوله مش محتاج ما تقدرش تستحمل ان ينسحب المعارضه من الانتخابات زي ما حصل في 2010. اول ما انسحب من الانتخابات حزب الوفد ثم الاخوان المسلمين
ده كان ترتيب، معلش احنا متفقين على الترتيب ده. خلاص. المهم هذا الانسحاب عمل حاجه اسمها البرلمان الموازي بره. حسني مبارك قال خليهم يتسلوا، مش شايفهم. انا بتهم جماعه الاخوان المسلمين وحزب الحريه والعداله ان هم مش شايفين المعارضه، مش شايفينها. تمام. مش هقول لك بيسمعوا، هم مش شايفينها اصلا. قطر ماشي واللي عايز يعمل